صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بالطريقه ان احنا نعمل صوابع زينب ازاي. بصوا، صوابع زينب اي حد فينا بيحبها. فطبعا يعني ايه، هعملها لكم بطريقه نفس المحلات بالظبط، كأنك شارياها جاهزه من بره، واحسن بكتير ومش مكلفاكي اي حاجه. اولا كده نصلي على سيدنا محمد. تعالي بقى نعمل الشربات بتاعها الاول. هنا هحط 5 كوبايات من السكر. طبعا اي حلويات زي صوابع زينب او الزلابية او بلح الشام بيبقى الشربات بتاعها تقيل شوية. حطيت 5 كوبايات من السكر، هنزل عليهم ب2.5 كوبايات من المية. بصوا، هنزل عليهم ب1/4 كوباية من العسل الجلوكوز. بصوا، هو بخل اصلا، يعني الشربات معاكي في حتة تانية خالص. بصوا، هو بيبقى ماسك بس شوية كده. انا ما بقلبوش خالص لحد ما يبتدي ان هو يغلي معايا. بصوا، هنا بدأ ان هو يغلي خلاص. هجيب عصرة ليمونة بقى. بصوا، واقلبه كده مسافة 10 دقايق. القوام معايا مظبوط، يعني ايه 10 دقايق بالظبط وخلاص، واطفي عليه النار. بص، لو انت في الصيف حط الشربات في التلاجة، لو انت في الشتاء ما تحطهوش، لانه اصلا هو هيبرد بسرعة وهيجمد معاكي، فما تحطوش في التلاجة. هنا بقى هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، من الدقيق العادي. عليهم كوباية من دقيق السميد. عليهم معلقة سكر، رشة ملح، ومعلقة خميرة فورية، يعني معلقة صغيرة. اقلبهم كويس. هنا معايا نص كوباية من الزبدة بس مسيحاها، ما هي السخنة، يعني ايه سايحة بس مفككاها بس. هنا هقلب كده لحد ما ايه. بصوا، هنا هبسها كويس خالص بايدي كده، يعني اخلي الدقيق مع السمنة وكده، يعني دي يختفي خالص. بصوا، هنا ببسها كويس كده لحد ما خلاص الدقيق مش باين قدامي اصلا، يعني كلها متغلفة بالسمنة. بصوا هنا هجيب بقى كوباية مية. هنزل بقى شوية بشوية، يعني ما تنزليش بكمية المية كلها، هي هتعوز يعني كوباية مية بالظبط، مش اكتر من كوباية مية. بصوا، انزلي بالمية حاجة بسيطة بحاجة بسيطة، يعني ايه، ما تقلبيش المية كلها مرة واحدة. بصي، هتحسي ان هي يعني ايه طرية معاكي، لا ما تخافيش، هتسيب من ايدك كلها دلوقتي، لان ايه يعني المقدار بتاعها مظبوط. بصوا، هنا بتبتدي، بص شكل عامل ازاي. بصوا، ما بتلزقش في ايدك. بصوا، ايدي دي عشان كنت بعجن بيها ايدي التانية. بصوا، هجيب كيس بقى واحط كل العلبة فيها علشان اسيبها ترتاح 10 دقايق. هنا بقى جبت كيس تلاجة فتحته. هنزل بقى بايه، بدهن الزيت خفيفة كده بقى. احط بقى العجينة فيها كده وبططها كده، عشان ايه يعني ايه اعرف اقسمها. بس لو انت عايزة ان انت تقطعي منها كده، يعني تقطعيها الاول وتسيبيها 10 دقايق كمان ترتاح عادي، بس انا ايه، دي اسهل طريقة ان انت تعمليها. فبقلبها كده بقى. بصوا، هنا بسويها بقى كده، يعني بخليها ايه مستطيلة شوية. بصوا، وابتدي اقطعها بقى. بصوا، عشان بتسهل معايا ان انا اخد، بتكون ارتاحت وتتشكل معايا بكل سهولة، وما تبقاش ايه يعني مرتاحتش كويس، لا تبقى ارتاحت وتبقى معاكي كويسة خالص، وما تبقاش ناشفة كده معاكي وانت بتعمليها، لا تفضل طرية. بصوا، هنا هبتدي اقطعها بقى. بصوا، عادي على فكرة لو انت مش حابة الطريقة دي ممكن تقطعيها كور صغيرة كده، على قد ما انت حابة ان هي تكون حجمها ازاي، وتسيبيها ترتاح 10 دقايق. وبعد ما ترتاح ابتدي بقى شكليها. بصوا هنا انا كده ريحت دماغي، هقطعها كده وجربي الطريقة دي اسهلك. بصوا، لا تقطعي بقى بايدك ولا لسه تغيبي ان هي على ما تقطعيها وكده، لا قطعيها كده وسيبيها ترتاح. بصوا، وابتدي بقى، بصي باخد واحدة واحدة كده، بلفها كده وبلفها ايه صوابع كده. بصوا، انا عاملاها صغيرة اصلا، انا حابة ان هي تكون صغيرة. باخدها كده على بصامة الكحك. بصوا، يعني ايه خليها تتبصم كده، على خديها بطرف صبعك بالراحة خالص كده. بصوا الشكل، هو ده شكلها الجميل جدا. بصي،
قفليها من تحت، او مش عايزة تقفليها انا بقفلها على فكرة عشان فيها خميرة، هتبقى في الزيت هتنفش برضو، فلما بتقفليها ما بتفقش قوي، يعني ايه ما بتفتحش معاكي قوي، ما بتفرش بمعنى صح. بصوا، هعمل كل ده معاكم. انا حابة ان انا اعملها على البصامة دي. بصوا، انا ما بضغط عليها بالراحة بصوابع ايدي كده، وبقفلها من تحت. بصوا، هوريكم كذا واحدة معاكم. بصوا، هو ده الشكل المظبوط خالص. بصوا، تضغطي عليها بالراحة كده بطراطيف صوابعك وبتقفليها من تحت. بصوا، هجرب معاكم دي مرة كده. بص، لو انت حابة تعملي بالشكل ده، بس انا ما حبيتوش. بصوا، انا حابة شكل البصامة اكتر. بصوا، ولما بتعمليها صغيرة بتبقى جميلة جدا معاكي، لانها كده كده بتنفش في الزيت. حاجة حلوة خالص. بصوا، كل الكمية عملتها هنا. بصوا، هنا خلاص. انا اصلا مولعة النار، بس ايه، يعني هي بتعوز زيت كتير، بس يعني ايه الزيت ما يبقى سخن بسيط خالص، يعني دافي كده. ما تعليش النار عليها عشان ممكن تاخد لون وما تبقاش مستوية، واول ما خلاص تحطها في الشربات تضطر معاكي. لا، انا عندي هنا الشربات كان بارد خالص. بصوا، اول ما تحطيها وبعدها مثلا، يعني يا دوبك هي بتتحرك هتلاقيها ايه، نفشت وطلعت على الزيت من فوق كده على الوش. اعرفي ان الطريقة دي معاكي ناجحة جدا. بصوا، هنا انا اصلا يعني النار وسط. بصوا، مش هقلبها خالص لحد ما احس ان هي جمدت معايا، لانها اول ما بتحطها في الزيت بتحس ان هي طرية كده. وهنا بدأت ان هي بقى ايه، بدأت تنفش كده لفوق. بصوا، هنا بدأت تاخد لون بقى. على فكرة النار على نار متوسطة، يعني ما تبقاش عالية زي ما قلت لكم، يعني ايه عشان تبقى مقرمشة معاكي، متبقاش ايه، ما تحمرش بسرعة قبل ما تستوي. بصوا هنا، تفضلي تقلبي فيها كده كويس، يعني ايه على الوش شوية على الظهر شوية لحد ما تاخد اللون المناسب معاكي. بصوا، تنزليها كده بص عشان ايه، كلها يعني الزيت يغطيها وكده. بصوا، هنا بقى بفضل اقلب فيها كده. بصوا، هوريكم بقى بتبقى اللون ازاي، يعني لونها المناسب، لان طبعا احنا بنطلعها سخنة ونحطها في الشربات بارد، يكون الشربات بارد تماما. فطبعا لونها بيفتح شوية، يعني بيبقى يعني ايه ده اللون المناسب له. بصوا، هنا بصفيها كويس من الزيت واحطها بقى في الشربات. طبعا بصوا، انا بطلعها سخنة خالص، احطها في الشربات بارد. بصوا، بصفيها كويس. بصوا الشربات، انا كنت حطيت مرة كمان اخلص كل الكمية، يعني ايه عشان ما اطولش عليكم بس. بصوا هنا، هو هنا الشربات يعني تقيل بس ده المناسب. هبتدي بقى ايه بالراحة كده، لاني واصفيها بالراحة كده خالص، واطلعها طبعا في مصفى، علشان كل الشربات اللي فيها ان هي ايه ينزل منها، ويعني تبقى خدت الشربات المناسب لها بالظبط. بصوا، هنا بطلعها في مصفى كده. بصوا شكلها النهائي، ولا بصوا اللمعة بتاعتها. وهنا بقى كنت خلصت كل الكمية اللي معايا. بصوا، نفس المحلات بالظبط، وحاجة مش مكلفة خالص، وعارفين ان رمضان على الابواب خلاص، كل سنة وانتم طيبين، ولازم كل يوم نعمله حلويات شكل. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش لايك وشير وكومنت الجميل بتاعكم، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك.